just don't like it. طبعا took me a lot of courage to do this hairstyle and I just dared myself. وبالنهاية سويتها ليش؟ لأن أنا دائما أسوي اللي براسي وبعدين شو يصير خليه يصير يعني. هي أنا هيك شلون ليش وما أدري. المهم يعني حرفيا صار سنتين بالضبط سنتين كان ودي إنه أجربه يعني الموضوع بهذه البساطة يعني حتى ما بحتاج أشرح ليش وين ويمتى يعني. المهم هذا الفيديو حينزلكم وانتم عارفين انه انا صابغه هاي الصبغه. بس انطوني رايكم بالتعليقات. I think لا تثنكين يعني لا تفكرين اصلا لا تعتقديني ادخلينا بالفيديو. Hello everyone, welcome back to my channel. شلونكم شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شاغلت لكم هوايه احس there is a new era of me is coming out there like I have no idea how to explain it. احس روحي انسان شخصيه جديده بهاي الصبغه. اعرف شلون يعني احس روحي هيك من جديد جاي داخله على الساحه هيك انسانه جديده. طبعا من المميزات انه انت عندك قلت لي 24 ساعه تظلين هيك لازمه هيك بهاي الطريقه هيك من فوق 24 ساعه. الموضوع مقرف انه هي تتزحزح من المكان. anyways فيديو اليوم شو راح يكون؟ فيديو اليوم راح احكي بيه عن افضل كي دراماز اللي انا شفتهم من بين مجموعه من الكي دراماز اللي انا شفتهم. بس ما راح اقيمهم من 10 بهذا الفيديو. ما راح اقيم من 10 بس راح احطهم بقائمه من 1 ل10. اوكي راح ابدي بالقائمه من رقم 10 الى رقم 1 يعني من المسلسل اللي بالمرتبه العاشره الى المسلسل اللي تعرفونه بالاخير. بالمرتبه العاشره عندنا مسلسل اسمه Record of Youth. يعني شنو؟ يعني ذكريات الشباب. هذا المسلسل يحكي عن مجموعه من الشباب وشلون يحققون احلامهم ويطلعوا لكم تقريبا قصه كل شخص شلون هو قاعد يعيش حياته وهو قاعد يحاول يحقق حلمه. طبعا المسلسل يعطيكم جرعه من الايجابيه والاصرار انه انتم تقومون وتتحلحلون وتسعون انه تحققون احلامكم بالرغم من كل شيء. المسلسل كله على بعض شيء يطبطب عليكم هيك حرفيا يعني وكلش حلو وممتع واحداثه حلوه واحداثه سريعه يعني. انا شخصيا كلش استمتعت بهذا المسلسل. هذا مسلسل حلو وخفيف ولطيف ف it's a good combination. هسه ننتقل الى المسلسل اللي ياخذ ويانا المرتبه التاسعه. هو مسلسل Fight for my way يعني احارب من اجل طريقي. هذا المسلسل خرافي يعني همينا 4 اصدقاء ذول الاربعه ما يفترقون. كل شخص بيهم عنده حلم ويريد يحققه. شوفكم الفرق بين احلام كل شخص بيهم. المسلسل ممتع بشكل مو طبيعي. تستمتعون حيل بالمسلسل ومودكم يتعدل وانتم قاعد تتابعون المسلسل. المسلسل اللي يحتل المرتبه الثامنه قائمتنا لهذا اليوم هو مسلسل اسمه Summer Strike يعني اضراب الصيف. اكو اضراب وبالصيف. هاي بعدين حتفهمون من تشوفون المسلسل حتفتهمون وين الاضراب لان انا هم جيت اصلا اقول شنو يعني اضراب صيف. المسلسل هذا تحفه فنيه. اهدأ مسلسل شفته بحياتي على كميه الهدوء واللطافه والخفه بهذا المسلسل. يعني اذا تريدون تقولوا لي شنو افضل مسلسل منعش ولطيف وهادئ سمر سترايك شوفوه وانتم مطمنين ومتاكدين انه هذا اكثر مسلسل حيجيب لكم سلام داخلي وانتم تشوفوه. يعني انتم بس قاعدين تتابعون انتم ما تعيشون اللي هم قاعدين يعيشوا بالمسلسل بس انتم مع ذلك وانتم قاعدين تتابعون حتحسون بسلام داخلي ومتعه مو طبيعيه. شخصيات تجنن، الاحداث تجنن، تمثيل يجنن، الاجواء تجنن. طبعا هذا مسلسل صيفي بحت. يذكرني شويه هو ما له دخل طبعا بس انه لانه ذكرني مسلسل The Summer I Turned Pretty لانه هذا مسلسل هم صيفي. هذا مسلسل طبعا تحفه. انا من هسه تيم جيرمايا اخاف تتسالون. طبعا هو احنا هاي مو من ضمن القائمه بس ايش يعني. المهم نرجع الى مسلسلنا اضراب الصيف اللي هو سمر سترايك. هذا المسلسل وقسم بالله من الطف المسلسلات اللي شفتها واهدأ المسلسلات. مسلسل يحسن مودكم بطريقه شلون اشرحها ما ادري. طبعا المسلسل يحكي عن بنيه تنصاع للحياه وظروف الحياه اللي تخليها تشتغل وظيفه معينه. بعدين هي تقرر انه تخرج عن المألوف وتقرر انه تسوي شيء يخليها تلتفت لنفسها تختار نفسها. خلاص بعد ما راح تختار الناس على حساب نفسها. وطبعا هذا مو يعني انه هي حياتها حتصير ورديه يعني حتواجه مصاعب واحداث غير متوقعه يعني اكو ابس اند داونز بس حتشوفون شلون هي راح تقدر كل الابس اند داونز اللي حتصير بحياتها. مسلسل يجنن مليون من 10 واني صاحيه. المسلسل اللي بعده اللي يحتل المرتبه السابعه بقائمتنا لهذا اليوم هو
بنت هاوس هو السقيفة. هذا المسلسل فين ما اعرف ايش احكي لكم عليه ومن وين ابدي وين انتهي، بس بالمختصر هذا المسلسل بيطن احداث. اذا تريدون مسلسل كوري ما له علاقة لا بالحب ولا قصص الحب بس احداث قوية، مسلسل السقيفة. المسلسل هذا اسمه الثاني هو War in Life. يعني شنو؟ يعني الحرب في الحياة. يعني حرفيا هو من اسمه مبين، بس طبعا انتم اكيد حتسألون اذا هو اسمه الثاني War in Life ليش اسمه السقيفة همين. انا اقول لكم السقيفة هي مكان موجود بالمسلسل، خلق الله كلهم اللي حتشوفون بالمسلسل يتعاركون على هاي السقيفة، وش يريدون بها ما ادري. وانا من كثر ما اشوفها لعبة نفسي منها. السقيفة شنو؟ اللي هي الطابق اخر طابق اتوقع اللي تكون السقيفة مال قصر هيرا بيلس خمساملة. هذه السقيفة كلها تريد هاي السقيفة، كلها طموحها انه يعيشون بهاي السقيفة، يعني انه مكان واو. مختصر القصة، سيدة تحاول تفوت لهذا القصر اللي هو قصر هيرا بيلس، وهذا القصر يسكنوه اغلبهم اغنياء، وهي تريد تفوت وتختبر حياة الاغنياء بهذا القصر، يعني تنتقل من حياة الفقر حرفيا الى العيشة بقصر هيرا، وهيرا باغنياء. نفس الوقت تحاول تأمن حياة حرة كريمة لبنتها وتحسسها انه هي تعيش حياة مال الاغنياء، يعني هيك كلها فلوس وترفع. اولاد كل الاغنياء اللي يعيشون بهذا القصر برغم من انه اهلهم يحاولون يامنون لهم حياه، يحسسون انهم عايشين حياه ثراء، اولادهم ما يقدرون هذا الشيء. يعني بطل حرفيا بطل يتباطرون. تبدي منا الاحداث، تشوفون حرب بالحياه، حتشوفون حرب بين الغني وبين الفقير، وبين منو اني الاول وانت الثاني، وانت اخذ مكانك وانا هذا مكاني. ناس تاخذ مكان ناس وناس تسعى لمكان ناس. مسلسل ممتع بصراحه، بس هذا اول مسلسل كوري طبعا بحياتي اشوفه، بس اريد اخلصه، بس اريد اعرف ايش حيصير بالنهايه، لانه غالبا انا مسلسلات كوريه وانا اشوفها تقريبا ورا الحلقه الخامسه ابدي احب المسلسل، بعد ما اريد يخلص، بس هو حيخلص يعني لو بحلقه 12 لو 16. غالبا المسلسلات الكوريه تنتهي بحلقه 12 او 16. اكو مسلسلات 24 حلقه حسب. طبعا المسلسل متكون من 3 اجزاء. طبعا اكو مكائد خير من الله حتشوفون بهذا المسلسل، حتشوفون ظلم مو طبيعي بهذا المسلسل اللي يحتل المرتبه السادسه بقائمتنا لهذا اليوم. أنا بقدر أقدم برنامج هو Flower of Evil، يعني زهرة الشر. كمية قوة بهذا المسلسل، كمية أحداث تجنن مو طبيعية، أحداث دسمة وبنفس الوقت سريعة. المسلسل هذا كلش قوي. بطل هذا المسلسل أنا شايفت له مسلسل أحباء القمر Moon Lovers. هذا الممثل تمثيله فظيع، قصة واو، الأحداث واو، استمتعت جدا وأنا أشوف هذا المسلسل بصراحة. المسلسل التالي اللي يحتل المرتبة الخامسة هو مسلسل Tales of the Nine Tails، ثعلب الذيول التسعة. طبعا هذا المسلسل بجزئين. المسلسل هذا يجنن، مسلسل خيالي طبعا واكشن همين، قوة خارقة. يحكي عن ثعلب من عصر قديم عمره طويل، ما ادري ايش قد عمره بصراحه، يعني عايش على مدى عصور، منتقل بهذه العصور. طبعا اني اللي يعجبني بهذا المسلسل مو هو الكابل الرئيسي، لان هذا الثعلب يعني حتصير عنده قصه حب ويا بشريه. يعجبني السبب اللي خلاني اكمل واشوف الجزء الثاني هي علاقه الاخوان ليون وليرانغ. يعني هذول الاخوان افضل اخوان، احلى اخوان شفتهم بكي دراما. لا احد يجي يقول لي حقك وما شايفه، انا بدي احكي بكي دراما كوريه. ذول افضل اخوان شفتهم بكي دراما، علاقتهم تجنن. يعني هم السبب اللي انا كملت المسلسل، كملت الجزء الاول، هم السبب اللي انا شفت الجزء الثاني. طبعا الجزء الاول احداثه تكون بسنه 2020، الجزء الثاني احداثه تكون بسنه 1938. الجزئين يتجننون، ما اقدر اختار واحد منهم لانه حرفيا هذا بسنه 2020 وهذا بسنه 1938، وهذا مختلف عن هذا، وهذا حلو وهذا حلو. الحلو بالمسلسل واللي انا عجبني هو انه هذول الشخصيات شفتوهم شلون عايشين الحياه 2020، حتشوفوهم سنة 1938 ذاك العصر شلون حيعيشون، نفس الشخصيات شلون حيعيشون بذاك العصر. الجزء الأول حيل ممتع، الجزء الثاني قوي وأحداث حيل دسمة بيه. المسلسل هذا تحفة حيل ممتع. المسلسل التالي يحتل المرتبة الرابعة هو ويك هيرو، البطل الضعيف. يعني شلون بطل شلون ضعيف ما ادري، انا هاي صفنتني، بس من بعد المسلسل قلت هذا صدق بطل ضعيف. بس هذا البطل الضعيف اللي تحسه هو هذا المحزم المليان اللي تخاف منه، يعني بطل ضعيف بس ينخاف منه، فهمت شلون؟ مسلسل يجنن واحداثه واو بس يقهر. يعني هل انصح تشوفوه؟ لا لا حتنقهرون حرفيا. المسلسل هذا يعني تظنون ليش، يعني وانتم تبعون تقولون ليش عفوا يعني تنقهرون على هذا الولد يقهر هذا حرفيا. يعني من كل مكان يجوا ما يعرفوا بحاله. هو المسلسل يحكي عن التنمر، هو هذا الولد يتنمرون عليه، يعني حرفيا ما يعرفوا بحاله. المسلسل يجنن، خارج عن التقييم، مستحيل اقيمه لان تحفه. المسلسل يخبط وممتع وحلو. الولد اسمه شيون، صديقه سوهو. هذا اسطوره الاساطير. هذا ما يعني شلون اوصفه بالكلام ما ادري. هذا الانسان رائع، وهذا ما ححكي شيء. مسلسل يجنن، تحفه واحداثه كلش قويه. شوفوه بس شوفوه، يعني
شوفوه بس شوفوه. المسلسل التالي اللي يحتل المرتبة الثالثة بقامتنا لهذا اليوم هو مسلسل ماي نيم. ماي نيم مسلسل تحفة فنية. هذا المسلسل يتكون من 8 حلقات. المسلسل من أول حلقة تبدي أحداث حيل سريعة وقوية ويتجنن. المسلسل يحكي عن بنية تنتقم لأبوها اللي يقتل على إيد شخص مجهول، وهذا الشيء حتشوفوه من الحلقة الأولى، وهي حتحاول تلقى هذا الشخص المجهول وتنتقم لأبوها. طبعا عندنا هذا الشخصية شوي موجين، هذا هو محور المسلسل. انا شخصيا اشوفه هو هذا محور المسلسل، يعني هذا من الشخصيات اللي تحفه، اللي استمتع وانا اشوفه هو يتمشى يعني. وهذا الممثل طلع همينه بفيلم ذا ويتش، راح شفناه انا ونونا. الممثل هذا تحفه، تمثيله تحفه، والكاريزما مالته فظيعه. المسلسل اللي يحتل المرتبه الثانيه بقامتنا لهذا اليوم هو جوبلين، يعني العفريت. طبعا هذا المسلسل لانه اكو مسلسل اخذ المرتبه الاولى عليه، هو صار بالمرتبه الثانيه، والا هو وما زال من افضل الدرامات الكوريه اللي انا شايفتها، قلتها وحرجع اقولها، من افضل الدرامات الكوريه اللي انا شايفتها. هذا المسلسل كميه متعه استمتعت بيه بشكل مو طبيعي، بيه كل شيء. تريدون كوميدي موجود، اكشن موجود، هو خارق وخيالي موجود، رومانسي موجود يعني كل شيء بيه. يعني ادري اغلب المسلسلات تضم كومبينيشن من الاحداث، وهذا الطبيعي، اغلب المسلسلات بيها كومبينيشن مثلا كوميدي واكشن ورومانسي، بس هذا بيه كل شيء، حرفيا كل شيء، يضرب كل الاذواق ويجنن وممتع، حرفيا كلها استمتعت بيها. زين ليش ما اصبر؟ ليش تنرفز؟ لانه بدي احاول بس افهمكم قد هذا من افضل المسلسلات الكوريه اللي انا شايفتها. اقدر وبكامل قواي العقليه اقترح هذا المسلسل لاي شخص ما شايف مسلسل كوري بحياته، على انه يكون هذا المسلسل مدخل للدرامات الكوريه. حرفيا هذا بوابه المسلسلات الكوريه، اقدر اقولها بكل ثقه، لان المسلسل ممتع ويجنن ما اعرف شلون اشرحه، والله ما اعرف شلون اشرحه. زين القصه هي تحكي عن عفريت عمره 900 سنه بكل البلد. هذا الممثل طبعا منو انا بديت اشوف مسلسلات كوريه، هذا الممثل هو ممثلي المفضل، ممثلي المفضل. هذا العفريت ينتقل بالعصور ويدور العروس مالته اللي هي تقدر تطلعه من اللعنه اللي هو بيها. مسلسل قسم بالله يجنن، وايد قلت يجنن، بس اتمنى تكونون افتهمتوا ايش قد هو يجنن من كثر ما انا قلت يجنن. يعني انتوا على هذا الشرح حتقولون العدل المحتل رقم 1 هذا شنو من مسلسل؟ هسه اقول لكم كلكم تعرفوه. مسلسلنا اللي يحتل المرتبه الاولى قائمتنا لهذا اليوم، مسلسل كل اللي شايفين درامات كوريات شايفين تقريبا، يعني اغلبيه هم يعرفون. انا ذاك اليوم شفته طبعا وثبرتوني بالستوريات توجد تشوفين معهم تنسوا يعني عباك انه هي جريمه انه هو 2020 وانا هسه شفته ب 2023 يعني سوات يعني كيفي. بس انا انتظرت الجزء الثاني منه ينزل حتى طبعا لحد هسه ما قلت شنو اسمه وقاعده احكي عليه بعد ما قال اسمه. عرفت اصلا حتى ماكو داعي اقول اسمه، انتوا عرفتوه. يعني البائع الخارق اكو غيره. هذا المسلسل تحفه المسلسلات الكوريه من اللي انا شايفتهن. لا حد يجي يقول لي ليش ما اعطينا، يجوز ما شاف عن المسلسل اللي انتم تقولون عليه، ولا يجوز يمكن احطه مرتبه واحده، ما ادري، الله اعلم يعني. بس على شايفتهن اني باع الخارق تحفه الدراما الكوريه، تحفه الانتاج الكوري. لا يعني هذا المسلسل صار ساعه انا اقول يجنن على عفريت. زين صار ايش حقول عليه؟ يعني ما اعرف شنو الكلمه المناسبه اللي انا هسه لازم استخدمها على هذا المسلسل اللي يحتل المرتبه الاولى بهاي القائمه. البائع الخارق، ذا انكاني كاونتر. طبعا هو اسمه ذا انكاني كاونتر. شنو معنى ذا انكاني كاونتر؟ معناها العداد الخارق. ايش اسمه بائع ما ادري، بس حلو اسم البائع، يعني احنا تعودنا على اسم البائع، بس هو ليش اسمه بائع ما ادري. حتى هم يقولون بالمسلسل كاونتر. هذا هو تقدرون تقولون افضل شخصيه شفتها بمسلسل كوري، الطف انسان على وجه الكوكب سمونا. كون هذا المسلسل بالمرتبه الاولى بقائمتنا لهذا اليوم، هذا احسه كافي يشرح لكم ايش قد هذا المسلسل اسطوري بالنسبه لي وتجنن. شايفين الجوبلين العفريت ايش قد استمتعت بيه، هذا بعد بالزايد استمتعت بيه بالزايد. يعني المسلسل يتكون من جزئين، الجزء الاول يجنن، هو بدايه القصه بدايه الاحداث. الجزء الاول يجنن انا ما ادري بس يجنن، ما اعرف شلون اشرح. طبعا الجروب اخي اريد واحد ما احبه ماكو، يعني كلهم شخصيات تجنن، علقت بيهم كلهم احبهم، وما اقدر اتخيل التيم هذا كله مال بائعين بدون اي احد منهم. الجزء الثاني حيل قوي، حيل قوي. الشخصيات الشريره هذا الجزء يخبلون. انتوا تعرفون شنو يعني من اقول لكم شخصيه شريره تخبل؟ وجودهم ممتع، وجودهم هو اللي يخلي الاحداث تصير قويه. الاحداث حيل دسمه بهذا الموسم، الشخصيات كلها بهذا المسلسل تجنن، كلها حتى الاضافات والشخصيات الجديده والشخصيات الشريره كلها تجنن. هذا افضل شرير شفته بمسلسل. زين يعني تونست واني اباع هو يمارس شره وهم ينتخبون منه، على الكاريزما اللي موجوده عند هذا الممثل وشلون ضابط هذا الدور. هل ممكن اقترح مسلسل البائع الخارق على انه هو
ممكن يكون بوابة للدرامات الكورية؟ نعم، وبكل ثقة وبقوة. المسلسل هذا حيل قوي، صدق قوي. تسألوني شنو أفضل دراما كورية؟ الباعة الخارق. هنا نوصل إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى استمتعتوا وأنتم تشوفون هذا الفيديو. إذا عجبكم هذا الفيديو وتريدون أسوي قائمة ثانية لمسلسلات ثانية جديدة أشوفها، لأن أنا أكو وايد درامات كورية أريد أشوفها، فإذا تريدون أسوي قائمة ثانية فيديو جديد اكتبوا لي بالتعليقات. أتمنى صدقا إنه أنتم استمتعتوا وأنتم تشوفون هذا الفيديو. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون تحطون لايك because why not، يعني ليش لا؟ أحط لايك وأطلع قبل الله محمد وعلي الله، لأنه اللايك راح يسمح لهذا الفيديو إنه يوصل لأكبر عدد من الناس، وأنتم بهاي الطريقة تدعموني. So I will appreciate it. ولا تنسون تشتركون بالقناة حتى نوصل 10K subscribers very soon. Yeah, let's go. Let's subscribe all together. Yeah, let's do that. لا تنسون تضيفونا على انستغرام والتيك توك، الرابط موجودة بالديسكريبشن. بس أشوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. باي.